ورجعت لكم فيديو جديد وفيديو مهم جدا، وهنقوله فوائد الوصفة اللي هنعملها. بس قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا، اللي أول مرة بيشوفني أنا اسمي سم، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، ويلا بينا على الوصفة بتاعتنا. النهاردة احنا معانا جزر، وقبل ما نبتدي الوصفة نقوله شوية عن فوائد الجزر. طبعا الجزر ده فوائده رهيبة، ده كنز في بيتك فعلا، إن كان للأطفال أو للكبار. للأطفال بيقوي جهاز المناعة وبيعالج الإمساك، أما للستات بقى ده حكاية. تعالي نقولك. أولا بيساعد على نمو الشعر ويخليه بيلمع ويمنع التساقط بتاعته ويقويه. وكمان في حاجة مهمة بيعملها، تقليل الشيخوخة، بيمنع التجاعيد من الوش. وطبعا ليه فوائد كتير طبية، التهاب المفاصل، قرحة المعدة، للسكر حلو قوي، بينظم السكر. طبعا انا مش بخترع الكلام ده، انا قريت كتير عن الموضوع ده ولقيت ان احنا بنتجاهل الجزر البسيط الرخيص ده، وهو فوائده رهيبة رهيبة بجد. وتعالوا نشوف هنعمل الوصفة. أول حاجة هنعملها، هناخد الجزر بتاعنا وهنقشره بالشكل ده. وبعد ما قشرنا الجزر كله بالشكل ده، تعالوا نقطعه حتت صغيرة كده. كده خلصنا تقطيع الجزر بتاعنا اهو. انت شفتي اللي انا عملتهم دول حوالي ربع كيلو، بس هيعملوا لنا كمية حلوة قوي. ويلا بينا على البوتاجاز، وهننزل الجزر بتاعنا وهنسيبه لحد ما يستوي. وكده الجزر بتاعنا اتسلق كده، صفينا الجزر بتاعنا، شايفين شكله. هنعمله بقى يا اما في الخلاط يا اما بالشوكه تطحنيه او بالهاند بلندر. وهنجيب الهاند بلندر بتاعنا ونبتدي نفرمه. شايفين كده بقى الجزر بقى ناعم ازاي. هنجيب رشه ملح وهنجيب دقيق، هنجيب كوبايه ونشوف هتعوز تاني ولا هيفضل منها. ونبتدي نعجنهم كده بالشكل ده لحد ما تبقى معانا عجينة حلوة، مش طرية جامدة شوية. وممكن كمان نستخدم دقيق الشوفان. وادي شكل العجينة، وهنبتدي نقطعها قطع صغيرة. احنا نقطع بالشكل ده ونبتدي نقطعها حتت صغيرة. بصي هنكورها كده اهي. وكده خلصنا تقطيع وعملناها كور صغيرة. وتعالوا نشوف هنعمل بعد كده ايه. بصوا هنمسك كده صبعك كده واكنك بتعملي طاقية على صبعك اهو. بصي شكلها بالشكل ده. وكده خلصنا التشكيل بتاعنا بالشكل ده كله. المية بتغلي وهنحط فيها شوية زيت ونبتدي ننزل المعجنات بتاعتنا وهنسيبها تتسلق ونقلبها من وقت للتاني كده. ومعانا قد معلقة صغيرة توم مفروم و3 عيدان بصل اخضر وفلفل اخضر. وتعالوا نقطعهم بقى وهنحطهم على بعض. هناخد قد معلقة صويا صوص. وكده المكرونة بتاعتنا استوت، انا بسميها مكرونة. وهناخدها على الحوض نصفيها قلاية صغيرة، وفيها قد معلقتين زيت، ونحط عليهم معلقة سمسم صغيرة. وادي المكرونة بتاعتنا اتصفت اهي. هننزلها في الطبق بتاعنا وهننزل عليه بالمكونات اللي عملناها، اللي هي الثوم والبصل الاخضر والفلفل الاخضر والصويا صوص، ونقلبهم على بعض. شايفين الجمال؟ شايفين بقى ولا الريحة بتاعتها طالعة ايه؟ هنحمر شوية السمسم كده وننزل الزيت بالسمسم. وايه رأيكم؟ مش بجد بجد طعم وريحة